كلش حلو، بس الشوط الثاني ما لعبوا عادل، تراجعوا صاروا دفاع. لا بالعكس لعبوا وخوش لعب يعني. بالعكس خوش لعب والله. هي هاي المباراة ربح وخسارة ما في مشكلة، وإذا ربح فلسطين نتمنى لهم الخير وهارد لك للعراق. قدموا حلو في الشوط الاول الامانه، لعبهم كان كلش حلو. الشوط الثاني تبديلات سيئه جدا. ابو منتخب فلسطين نزل لاعب واحد اللي هو هذا ابو شعر، هذا التبديل حرك اللعبه كلها. الجولين كانوا اهمال من لواعيبنا. في اغلاط على المدرب طبعا تبديلاته سيئه جدا. شنو انا انزل هذول اللاعب؟ ذول لعبات شعبيه ما انزلهم والله، فشل. منتخب عباره عن منتخب تجارب، كل لعبه ينزل لك لواعيب جديدين. اول مره احنا كجماهير ابو على الشاشه اليوم ينزل لواعيب ما اعرفهم، ما شايفهم، ما ندري. التوقعات كانت غير هيك تماما. ما ندري منهم حبيبي. منتخب مخزي، ما يلعبون. علي جاسم اللي هو يلعب الدوري الايطالي المفروض شايف روحه على المنتخب. لا تعبنا والله، تعبنا من تشجيع المنتخب. يا رب الاردن تتاهل وكوريا تتاهل ونخلص من هاي السالفه كلها ان شاء الله. كنا اخوان، بس العراق منتخب ما يستحق يلعب بكاس اسيا، هذا حرام يلعب.